السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في الفيديو بتاع النهاردة. هنقول لإخواتنا، معلش إخواتنا مين؟ إخواتنا الزملكاوية الوحشين. مين إخواتنا الزملكاوية الوحشين؟ اللي كانوا بيتمنوا خسارة النادي الأهلي أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا. حاجة غريبة جدا. كلنا بنتمنى إن أي فريق مصري يوصل لنهائي أي بطولة في أي لعبة علشان نشجع الفريق المصري اللي بيرفع اسم مصر فوق، ايا كان اهلي زمالك منتخب. لكن للاسف الشديد في الايام الاخيره كنا بنسمع حاجات غريبه جدا من اخواتنا واصحابنا الزملكاويه ان هم بيتمنوا خساره الاهلي امام صن داونز والخروج بفضيحه جديده بعد ما كنا خسرنا قبل كده منهم بخمسه مقابل لا شيء. واكتر من مره خسر الاهلي من صن داونز واصبح عقده بالنسبه للنادي الاهلي، الا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يخذل اخواتنا الوحشين اللي بنقول عليهم، وخرج سان داونز من الدور قبل النهائي على يد الوداد المغربي في مفاجأة كبيرة جدا، لأن زي ما انتم عارفين كانوا تعادلوا بدون أهداف في المغرب، وبالتالي أصبح هدف الوداد في جنوب افريقيا بهدفين، والتعادل بقى بيصب في مصلحه الوداد. وبالفعل وصل الوداد عشان يقابل الاهلي في النهائي، ودي فرصه النادي الاهلي عشان يعوض هزيمه الموسم الماضي او نهائي افريقيا العام الماضي. وباذن الله الاهلي بطل افريقيا والاهلي في كاس العالم للانديه. بالتوفيق للنادي الاهلي، وبنقول لاخواتنا واصحابنا الوحشين ما تعملوش كده تاني.